لو الحكاية فيها إن فيتو. طالع موضة قوي معانا لفة الطرحة الكويتي. مختلفة شوية عن الخليجي اللي احنا متعودين عليها، اللي هي بتبقى هايشة وبتبقى مبينة جزء من الشعر. الكويتي بتبقى لازقة قوي كده على الجبين. بنحط فيها دبوس من هنا، من هنا الحرفين، يعني نحاول نبعدهم يبقوا من ورا الودن. بتبقى كده سهلة اهي قوي معانا. وبعدين بناخد جزء من اللي ورا دي ونطلعه لقدام كده كأنها ملفوفة مرتين. هي بتدي الإيحاء ده بس. ممكن نحط دبوسين تاني، بس انا هشيل ده وهحطه تاني. ناخد الجنب الطويل، الجنب القصير طبعا بيبقى مش باين، الجنب الطويل بناخده. الطرحه دي بتبقى ضيقه قوي على الوش، انا مش بحبها قوي مع الوشوش الطويله الرفيعه، بحس ان هي بتبين اكتر الديفو بتاع تدويره الوش. بحبها اكتر مع الوشوش المدوره. اي زياده هنا معانا ممكن نتنيها على جوه كده. الكويتي دايما الكويته بيدخلوا دي كده. اللفه دي مناسبه قوي معانا لرمضان، لان هي طبعا مش محتاجه حتى باندانا او حاجه. انا بس بحب برضو اعمل تحتيها فوليوم شويه عشان ما تبقاش لازقه قوي. مناسبه قوي طبعا لان هي مش مبينه اي حاجه، مداريه الرقبه ومداريه الشعر كامل. مناسبه للنهار، مناسبه بالليل، مناسبه للكاجوال ومناسبه للكلاسيك وللعبايات. وتقريبا بتناسب معظم الوشوش، بس ما برجحش ان الوش النحيف يعملها. لو وشك طويل ومليان شويه، حتى لو طويل هي حلوه بالنسبه ليك، لان هي هتداري جزء كبير من وشك من فوق. لكن لو رفيع مش هتبقى حلوه، لان هي هتبين قوي رفع الوش وهتاكل منه كتير.